إحساس صعب جدا لما شغفك بالحياة يقل. تخيل تصحى كل يوم وحاسس إن مفيش فرق ما بين النهار والليل، وإن كل الحاجات اللي كانت بتفرحك زمان بقت تفاصيل ملهاش أي لازمة. بقيت تحاول تكمل يومك، تضحك تمثل إنك كويس، لكن جواك حزن كبير. وبتسأل نفسك طول الوقت، ليه كل ده؟ ليه الحاجات اللي كانت بتديني طاقة زمان بقت عبء عليا؟ ليه أقرب الناس ليا بقى بيني وما بينهم حاجز؟ الاكتئاب مش مجرد شعور مؤقت، لكنه حالة نفسية مستمرة بتسرق منك إحساسك بالحياة، وبتحسسك إنك تايه ووحيد مهما كان حواليك ناس كتير. طيب، إيه هي أسباب الاكتئاب؟ أول سبب ممكن يكون خلل في كيمياء المخ. في حاجة اسمها النقلات العصبية اللي مسؤولة عن السعادة، زي السيروتونين والدوبامين، ولما بيحصل خلل ما بينهم أو خلل فيهم بتبدأ تظهر أعراض الاكتئاب. طيب، تاني سبب هو الوراثة. لو حد من عيلتك كان مريض بالاكتئاب، زي الأب، الأم، الجد، الجدة، يبقى أنت كمان معرض بنسبة كبيرة إن يكون عندك اكتئاب. تالت سبب التغيرات البيئية والاجتماعية المفاجئة، زي مثلا حد قريب جدا منك اتوفى، الانفصال، الطلاق، الأسباب المادية زي مثلا خسارة وظيفة، البطالة، الأزمات المادية، الديون، وغيرهم. في كمان نقص مواد معينة في الجسم زي فيتامين د، أو خلل الغدة الدرقية ممكن يكون سبب من أسباب الاكتئاب. طيب، أنا كده اتلخبطت. إيه الفرق ما بين الحزن والاكتئاب؟ الحزن هو شعور طبيعي، كل الناس بيحسوا بالحزن. الحزن بيحصل لسبب معين، يعني مثلا وفاة حد، مثلا خلاف ما بين حد قريب منك، ان مثلا ما نجحتش في الامتحان، ما حد من اصحابك عمل موقف وخلاك تكون حزين. الحزن بيقل مع الوقت، يعني ما بيبقاش بنفس الدرجة. يعني مثلا أول يوم ممكن تكون زعلان جدا حزين جدا، لكن تاني يوم حزنك بيبتدي يقل ويقل ويقل. يعني الحزن بيكون مرتبط بموقف بيقل مع الوقت، ما بيعطلش حياتك اليومية. من الاكتئاب ملوش سبب محدد، يعني ممكن يكون طبعا في أسباب كتير، لكن في اللحظة دي ممكن تكون حاسس ان انت حزين ومفيش سبب معين، مفيش حاجة حاسس بيها وقادر تحدد بالظبط انا ليه دلوقتي حزين. ملوش سبب محدد، بيأثر على حياتك، بيأثر على استمتاعك بيومك. بتحس مع الوقت ان انت مش انت، ان شخصيتك اتغيرت، ان حتى الناس بيشوفوك بطريقة مختلفة عن الأول. طيب، ايه هي أعراض الاكتئاب؟ الاكتئاب ليه 3 أعراض أساسية، يعني أي شخص عنده اكتئاب لازم يكون عنده عرض من الأعراض دي. أول عرض هو حالة من الحزن والضيق المستمر، يعني لو حاسس إنك متضايق وحزين ومخنوق طول الوقت من غير سبب محدد، وعندك شعور بالفراغ والملل ومفيش أي تفسير. ده أول سبب. تاني سبب ممكن يكون فقدان الشعور بالسعادة والمتعة للحاجات اللي انت كنت بتحبها زمان. يعني مثلا بقيت مهمل في هواياتك، ما بقتش تقرأ، ما بقتش ترسم، ما بقتش تروح تعمل رياضة، ما بقتش تروح الجيم، بقيت ما تخرجش مع أصحابك، تهمل كل المناسبات الاجتماعية، ما تروحش أفراح، تبقى قاعد طول الوقت في البيت. حتى كمان استمتاعك بالحاجات الصغيرة زي الأكل والحاجات دي ما بقتش مهمة زي الأول. تالت حاجة قلة الطاقة والإحساس الدايم طول الوقت بالتعب والإرهاق. أي مجهود بسيط بقى بيخليك تعبان، بقيت حاسس إن أنت ما عندكش طاقة لأي حاجة، حاسس إنك مرهق وتعبان طول الوقت، وأي مجهود بسيط بياخد كل طاقتك.
طيب احنا اتكلمنا خلاص عن الأعراض الأساسية، لكن في كمان أعراض ثانوية. الأعراض الثانوية دي مش بتبقى موجودة كلها. الأعراض الأساسية يعني حاجة قاعدة أساسية بتبقى دايما موجودة عند الشخص المكتئب. طيب ايه هي الأعراض الثانوية؟ أول عرض هو اضطرابات النوم. يعني الشخص بيبقى عنده مشاكل في النوم، بيبقى عنده أرق، ما بينامش خالص، أو بيبقى نومه متقطع، يعني بينام ساعتين وبيصحى بعدها وبعد كده يرجع ينام تاني، أو إن هو ينام زيادة عن اللزوم، يعني أكتر من 10 ساعات. طيب، تاني نقطة تغيرات الشهية، يعني الشخص بقى بياكل كتير أو ما بياكلش خالص، وبقى أي حد ممكن يلاحظ إن هو وزنه زيادة عن اللزوم أو إن هو خس جدا. تالت سبب إن الشخص عنده إحساس مستمر بالذنب وجلد الذات، يعني دايما حاسس إن هو شخص وحش وإن هو مسؤول عن كل الحاجات الوحشة اللي بتحصل، وطبعا ما عندوش ثقة بنفسه. كمان صعوبة في التركيز وإن هو ياخد قرارات، يعني بيكون حاسس إن راسه تقيلة، تفكيره مشلول، مش عارف يقرر ومش عارف لا يركز لا في شغله ولا في دراسته ولا في حياته الشخصية عموما، بينسى تفاصيل كتير. أي قرار مهما كان بسيط ما بيقدرش يقرر فيه بسهولة. طيب إزاي أفرق ما بين الاكتئاب البسيط والمتوسط والشديد؟ الاكتئاب البسيط بيكون 3 أعراض من الأعراض الأساسية، وبيكون عرضين من الأعراض الفرعية. الشخص اللي عنده اكتئاب بسيط بيكون قادر ان هو يكمل حياته بشكل طبيعي، ما بيبقاش شغله لا بيتأثر وحياته ما بتتأثرش بيها، بيبقى عنده شعور مستمر بالحزن لكن مش مؤثر على حياته اليومية. نوع هو الاكتئاب المتوسط. الاكتئاب المتوسط بيكون فيه 3 أعراض أساسية و3 أعراض فرعية، وهنا الشخص بيبتدي يتأثر بالأعراض، يعني بيبتدي يعزل نفسه اجتماعيا تدريجيا، آه، أداؤه في الشغل وفي الدراسة بيقل، ما بيبقاش زي الأول، حياته بتبقى مستمرة لكن أداؤه ما بيبقاش نفس الأداء اللي كان عليه قبل كده. آخر نوع وهو الاكتئاب الشديد، والاكتئاب الشديد هو أصعب نوع من أنواع الاكتئاب، وهنا الشخص بيكون عنده 3 أعراض أساسية وكل الأعراض الفرعية، كمان بيبقى عنده أعراض انتحارية أو أعراض ذهان. ذهان يعني إن الشخص بيبقى عنده هلاوس وضلالات، بيتخيل حاجات مش موجودة ومش بتحصل، ودي أوقات بتحصل مع الاكتئاب الشديد. الأعراض مع في الاكتئاب الشديد عموما بتكون شديدة جدا ومستمرة طول الوقت، وبتخليه مش قادر ان هو يعمل اي حاجة في حياته، يعني بيبقى على طول قاعد في البيت، لا بيروح لا الشغل ولا بيعمل اي حاجة. وهنا بيكون التدخل الطبي مهم جدا، وخصوصا لو الشخص ابتدى ان هو يعبر عن افكار او بقى عنده اعراض انتحارية او ان هو ابتدى يأذي نفسه، هنا لازم ان انتوا تتواصل مع دكتور او مع المستشفى. أعراض الاكتئاب عموما سواء خفيف متوسط وشديد لازم تكون موجودة لمدة أسبوعين، يعني لو أنت عندك أعراض حزن مستمرة لمدة أسبوعين لازم تتواصل مع شخص متخصص. احنا كده اتكلمنا عن أعراض الاكتئاب، دلوقتي هنتكلم عن أنواع الاكتئاب. الاكتئاب ليه أنواع كتير، واحنا دلوقتي اتكلمنا عن أول نوع وهو الاكتئاب الرئيسي. الاكتئاب الرئيسي اللي هو الاكتئاب الخفيف المتوسط أو الشديد، اللي الأعراض فيه لما تكون أكتر من أسبوعين لازم نتواصل مع طبيب أو شخص متخصص. تاني نوع وهو الاكتئاب المزمن. يعني ايه اكتئاب مزمن؟ الاكتئاب المزمن هو اكتئاب عادي لكن أعراضه بتكون الخفيفة والمتوسطة، بيستمر لفترة طويلة. مزمن لأنه بيبقى زي الربو، بيبقى الشخص طول الوقت عنده نقص في الطاقة، بيبقى حزين لكن بيروح شغله عادي وبيعمل كل الحاجات اللي كان بيعملها الأول، لكن طبعا مش بنفس مستوى الطاقة ومش بنفس مستوى الأداء. وهنا برضو لما الشخص
يبقى عنده اكتئاب مزمن لازم يتواصل مع شخص متخصص، لان ساعتها هياخد مساعدة احسن من ان هو يحاول لوحده. طيب، في كمان الاكتئاب الذهاني ده اتكلمنا عنه في الاكتئاب الشديد، وهو اللي بيبقى مصحوب بالهلاوس والضلالات وتخيلات او ان الشخص بيسمع حاجات مش موجودة. كمان في نوع تاني وهو مرتبط بالستات بس، وهو اكتئاب ما بعد الولادة. والاكتئاب ده بيحصل نتيجة للتغيرات اللي بتحصل في الجسم، نتيجة تغيرات الهرمونات، نتيجة لتغيرات أسلوب الحياة، ومع المساعدة المتخصصة بتقل الأعراض دي بالتدريج. في كمان نوع وهو الاكتئاب الموسمي. يعني ايه اكتئاب موسمي؟ يعني اكتئاب مرتبط بفصل الشتاء. يعني في ناس كتير لما بيجي الشتاء بيبقى عندهم شعور بالحزن، ان مبقاش عندهم طاقة كتير زي الاول، وعشان كده هو اسمه اكتئاب موسمي. يعني بيبقى مربوط بالشهور اللي ما بيبقاش فيها شمس كتير او الشهور الباردة. طيب، اي شخص عنده الاعراض دي والاعراض دي مستمرة لاكتر من اسبوعين لازم يتواصل مع شخص متخصص. ولو الشخص عنده اعراض انتحارية او عنده اعراض ذهانية لازم 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 ان هو يتواصل مع طبيب نفسي. طبعا مع الاكتئاب الخفيف او المتوسط ممكن كمان ان الشخص يحتاج ادوية نفسية او مضادات اكتئاب عموما، لكن في الحالتين اللي انا اتكلمت عنهم لازم ان الشخص يتواصل مباشرة مع شخص متخصص، او ان هو يروح لمستشفى او مصحة نفسية متخصصة بالمجال ده. كده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نهى موافي، بتمنى لكم يوم سعيد، مع السلامة.